السلام عليكم. فيديو جديد. اليوم غنقدم معكم واحد الطورطه ديال الخضر، كتجي اكثر من رائعه وسهله في التحضير. تقدروا توجدوها كطبق رئيسي في الفطور ولا حتى في السحور، علاش لا؟ ولا هكا اللي عنده الوليدات هكا كيبغيو شي حاجه سهله وما تاخذش لهم الوقت. الصراحه هاد الطورطه كتجي زوينه زوينه، غير جربوها راه غادي تعجبكم. وخفيفه، مكوناتها بساط، ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات. خليكم مع الطريقه والمقادير، راه سهله دغيا توجد معكم. بالنسبه للمقادير غادي ناخذ واحد 4 الحبات ديال البطاطا اولا الكميه اللي بغيتو نتوما. عندي هنا واحد الحبه ديال البصل كبيره قطعتها هكا، شلطتها مزيان رقيقه. عندي فلفل الوان، واحد 3 ديال البيضات اولا 4، والزيتون هكا مقطع اختياري، وشويه ديال الفرماج. هادو هما المكونات، الصراحه ساهلين وكيجيو لذاذ الا اندمجوا مع بعضياتهم. اول حاجه غنقطعوا البطاطا، نقطعوها هكا بحال غادي نقليوها على شكل طولي، من بعد غنقطعوها مربعات صغار. هاد البطاطا انا غادي نقليها هكا باش كتجي بنينه. تقدروا تسلقوها، ولكن انا كنفضلها الصراحه هكا مقليه باش كتجي خفيفه وكتعطي واحد البنه زوينه. الصراحه مقليه احسن. كتقطعوها هكا مربعات يكونوا رقاق. نقطع الكميه كامله اللي عندي ديال البطاطا. انا خديت هنا 4 ديال الحبات. نتوما تقدروا تقللوا تاخذوا غير 2 بطاطات ولا تكثروا. الا كنتو كتار، عدد الافراد ديال الاسره كتار، تقدروا تكثروا بطاطا. نقطعوا الكميه كلها كما قلت لكم، ومن بعد غادي ندوز باش نشحر دوك الفلافل مع البصله. غادي ناخذ واحد المقله، غادي ندير فيها واحد نصف كاس ديال زيت المائده اولا زيت الزيتون. تقدروا تخلطوهم بجوج، وغادي نشحر فيها ديك الفلفله مع البصله. غادي نديرهم دقه واحده وغيتشحروا. انا قطعت الفلفله رقيقه والبصله رقيقه. وبالنسبه لهاد الحشوه باش تكون بنينه، غادي تخليو ديك البصله مع الفلفله تشحر مزيان حتى تعسل اللون ديالها، كتعطي واحد الرائحه غزاله. نزيد هنا شويه ديال المليحه، وتقدروا ديروا شويه ديال الحار اختياري. ديروا شويه الملحه وبزار. صافي غادي نحركها مزيان حتى تدبر. كما قلت لكم خص هاد البصله تطلق لنا داك الماء ديالها في الاول، من بعد كتعسل هي والفلفله كياخذ واحد اللون زوين. هنا راه بدات كتاخذ ليا اللون، داك اللون ذهب. نخليها حتى تنشف مزيان تتوقف في داك الزيت. من بعد غادي ندوز باش نقلي البطاطا. خديت واحد المقله اخرى درت فيها الزيت حتى سخنات مزيان، وغادي نقلي البطاطا نيشان. غادي ندير فيها غير شويه ديال الملحه وغادي نقليها. صراحه دغيا كتقلى، ما كتاخذش لنا وقت بزاف. هذه اللي كتكون هكا مقطعه راه دغيا كتقلى لينا. كما قلت لكم تقدروا الا ما بغيتوش تقليوها تسلقوها غير في الماء وشويه ديال الملح. انا بالنسبه ليا بطاطا هكا مقليه كتجي صراحه خفيفه وكتعطي واحد اللذه زوينه. ماشي بحال مسلوقه بحال كتجي ثقيله شويه. هنا بعد ما قليت البطاطا ديالي غادي نديرها في واحد البول، هي وهذوك الفلافل. انا هنا درت في ورق الطبق حتى نشف ليا داك الزيت، عاد حيدته منها. شوفوا الفلفله مع البصله كيفاش اللون ديالها هكا كتكون لذيذه، كتعطي واحد البنه زوينه. كما قلت لكم خليوها تشحر مزيان. غادي نخلطوا كاع المكونات
غنخلط داك الزيتون مع البيض، وغادي نضيف شويه هنا غادي نضيف شويه ديال، انا كنفضل الحار، غادي نضيف حتى شويه ديال الهريسه هكا بودر، تقدروا تستغناو عليها. راه ساهله هاد الوصفه، دغيا كتخلطوا كلشي كما شفتوا وسهله بزاف. انا درت هنا شويه ديال الكمون حتى هو، وغندير شويه ديال القزبر ومعدنوس مخلطين، تقدروا تعوضوا نقطروا معدنوس وشويه ديال الزعتر. وهنا غادي ندير شويه ديال الفرماج اختياري حتى هو، ولكن كيعطي حتى واحد التعليكه زوينه. انا عندي هنا الفرماج مخلط ما بين الموتزاريلا والفرماج الاحمر. صافي غنخلط كلشي بزاف مزيان، وغادي نشد واحد هكا واحد المول ديال الكيك اولا اي مول عندكم. انا غادي ندخل هاد الحشوه الفران، تقدروا ديروها في شي مقله هكا ما كتلصقش، وديروها غير فوق البوطه، راه كتجي زوينه حتى فوق البوطه. انا هنايا كنت زربانه ودرتها في الفران. انا فرشت ليه هكا ورق الزبده باش ما تلصقش ليا الحشوه. صافي ودرتها في هذا المول وسرحت هكا الخليط كامل بحال شكل كيك. صدقوني الا جربتوها تعتمدوها حتى هكا في الكوتي ولا في الغداء، ديروا هاد الوصفه هكا مع الحوت، صراحه كتجي زوينه بزاف وسهله. غادي نسرح الخليط هكا بحال على المول كامل باش ياخذ داك الشكل الدائري. وانا سخنت الفران هنايا من الفوق ومن التحت، درجه الحراره تكون متوسطه. دغيا كيطيب لينا حيت كلشي طايب غير داك البيض يشد فراسو صافي، نحمروها وكنخرجوها من الفران، ما كتاخذش لنا وقت بزاف كاع. انا غادي نضيف داك شويه الفرماج اللي بقى عندي من الفوق، وغادي ندخلها للفران كما قلت لكم شاعله على درجه الحراره متوسطه. بالنسبه لي درت 180 من الفوق ومن التحت. ها هي الطورطه ديالنا بعد ما خرجت من الفران، الصراحه كيفاش جات محمره وجات زوينه بزاف. تقدروا تسميوها كغاتان، المهم تسموها اي سميه بغيتو. وسهله وكتوجد لنا بسرعه. كما شفتوا المكونات ديالها راه ماشي شي مكونات بساطين، واهم حاجه انها كتجي لذيذه بزاف وكتجي بنينه. واللي ما كياكلش الخضار، هذه فرصه انكم تدخلوا الخضار هكا تخلطوهم دقه واحده. راه تقدروا تزيدوا حتى كورجيت الا بغيتو، الجزر، المهم جميع انواع الخضر تزيدوهم، راه كتجي زوينه بزاف. وبالصحه والراحه، نتمنى تجربوا هذه الوصفه ديال اليوم وتنال الاعجاب ديالكم. وما تنساونيش من لي لايك ديالكم والتعاليق وتفعيل الجرس اللي ما فعلوش باش ديما يبقى يوصلكم الجديد ديالي. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده كما العاده وفيديو جديد. خليت لكم راحه، مع السلامه.